لو انت بتشرب كوبايه لبن من هنا وبتحس بانتفاخات وتقلصات وعسر هضم ومعدتك مش مرتاحه، يبقى الفيديو ده ليك. لو انت بتشرب كوبايه لبن من هنا وبتحس بانتفاخات وتقلصات وعسر هضم ومعدتك مش مرتاحه، يبقى الفيديو ده ليك. دي حاجة علمية اسمها لاكتوز انتوليرانس أو حساسية اللاكتوز. اللاكتوز ده موجود في اللبن. أنا لما بشرب كوباية اللبن باخد منه سكر اللاكتوز اللي بيدخل المعدة وبيكون مسؤول عنه أنزيم في معدتي اسمه أنزيم اللاكتيز. أنزيم اللاكتيز في أجسام ما بيكونش موجود فيها بنسبة كبيرة، فمعنى كده إن اللاكتوز اللي دخل عن طريق كوباية اللبن مش مهضوم، والجسم بيتعامل معاه على إنه جسم غريب، بيبدأ يعمل انتفاخات، تقلصات، غازات، صعوبة في دخول التويلت، زياده في حجم البطن بشكل كبير، عدم ارتياح في الجهاز الهضمي كله، واوقات بتوصل لنزيف في المعده. معنى كده ان انا مش هقدر اشرب لبن بالكميه الكفايه، فانا اتحرمت من الكالسيوم اللي موجود في اللبن اللي مسؤول عن 99% من صحه العظم بتاعتنا. فيبدا الجسم ياخد من الكالسيوم اللي اوريدي موجود في جسمنا، ويحصل تقليل في كثافه البون، فيحصل فيما يعرف بالاوستيبروزيس او هشاشه العظام، وخاصه في السيدات. طيب هل انا ممكن اعوض الكالسيوم اللي موجود في اللبن في حاجات تانية موجوده في الاكل بتاعي؟ طبعا الكالسيوم مش بس موجود في اللبن، الكالسيوم موجود في الورقيات بشكل خاص، خاصه السبانخ، البروكلي، الجرجير، وطبعا موجود في نسبه حلوه قوي في المكسرات، فلازم بناخد مكسرات يوميا للناس اللي ما بتاخدش كوبايه لبن. واحسن حاجه برده موجود فيها كالسيوم وفيتامين دي، معلقه سمسم يوميا، كبار وصغيرين لازم ياخدوها يوميا. ايه اللي بيمنع كمان امتصاص الكالسيوم في الدم؟ الكافيين الكتير. فالناس اللي عندها مشاكل في العظم تحاول تقلل الكافيين او تبعده عن الالبان، علشان ده بيقلل من امتصاص الكالسيوم اللي موجود في كوبايه اللبن او موجود في اي مصادر تانية. قولوا لي بقى في التعليقات مين بيحس بالاعراض دي اول ما بيشرب كوبايه اللبن، وهل كان يعرف ان في مصادر تانية للكالسيوم ولا لا.